السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اش خباركم؟ كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو على خير وبصحة جيدة. معكم ايناس كيف ديما. الفيديو ديال اليوم هو عبارة عن ملخص الوصفات اللي شاركتها معكم هذه السنة. كانت مليئة بوصفات مبتكرة، وصفات جديدة وحصرية على قناتكم أذواق مغربية بالزعفران والفانيليا. ومع نهاية هذه السنة بغيت نهضر معكم من القلب. سنة دازت فيها بزاف ديال اللحظات، بزاف ديال المحاولات وبزاف ديال الوصفات اللي بالنسبة ليا ما كانتش غير حلويات، ولكن كانت حكايات، أفكار، تجارب تقاسمتها معكم بكل حب وبشغف كبير. صراحة ماشي بالسهل أنني نختار الإبداع والتميز واللمسة الخاصة في زمن الترند والتوندونس، وصفات اللي صعب أن خوارزمية مواقع التواصل الاجتماعي تقترحها على المشاهدين. إحساس صعيب أنك تشارك وصفة خدات منك بزاف ديال الجهد، بزاف ديال الشغف وبزاف ديال الوقت، وفي المقابل كتلقى نسبة مشاهدة عليها قليلة، رغم أن نسبة الإعجاب كتكون عليها 100%. هو صراحة اختيار صعيب، ولكن فضلت أنني نكون وفية لروحي لهويتي والمطبخ المغربي اللي كنفتخروا به كاملين، وكذلك وفية لجميع مناسباتنا الوطنية. قدمت لكم وصفات مبتكرة وأفكار جديدة وحصرية مستوحاة من تراثنا، ولكن بروح عصرية وبلمسة شخصية. الحاجة اللي خلاتني نتحصل هذا العام على شارة المبتكر البارع من طرف اليوتيوب. بداية سنة 2025 كانت مع بيش بالباتاشو وبحشوة كريمة عقدة اللوز بمذاق الملوزة. فكرة جديدة راقية جمعت فيها بين التقنية الفرنسية والنكهة المغربية، حلوة سهلة في التحضير، اقتصادية وأكيد لذيذة بزاف. تاني حلوة قدمتها معكم هي حلوى الطبقات بمذاق الفقاص، كتجمع بين البسكوي بنكهة الفقاص بنسمة النافع وحبة حلاوة بالزهر، وكريمة الزبدة معلكة بنكهة الفقاص مع طبقات مقرمشة من كروكون الفقاص. كانت تجربة رائعة، قدمت معكم فيها نوع من الحلويات التقليدية اللي كنعشقوه كاملين بشكل مختلف، وصراحة جات رائعة في المذاق، لذيذة بزاف بزاف. قدمت معكم كذلك كعب الغزال، وصفة غنية على التعريف، من أعرق وألذ الحلويات المغربية اللي تعتبر رمز للأناقة والضيافة المغربية. شاركتها معكم بأدق التفاصيل. كعب الغزال الزماني على أصوله، وقدمت معكم كذلك بحلة جديدة، كعب الغزال بالتاج بالنوغا بطريقة أختنا مريم صاحبة قناة وصفات مغربية هموية. بطبيعة الحال الوصفة كانت حصرية والأول مرة على قناتي، وللأمانة الفكرة مأخوذة في الأصل من عند الشاف دنيا بوكداش الغنية على التعريف. كذلك شاركت معكم جديد التقديمات الرمضانية، معسلات باب وجلود اللي جمعت فيها أرقى المعسلات المغربية بعقدة اللوز بالمحنشة والسيجار والقنينطات الفاسيين والبريوات، وقدمتها معكم في شكل باب تقليدي من أبواب المغرب. خدمته بالنوغا واخترت ليه اسم معسلات باب وجلود، لأن أبواب المغاربة دائما رمز للترحيب للتاريخ وللهوية. شاركت معكم كذلك حلوى الملحون، وصفتي المبتكرة، وصفة اللي جديدة تماما في عالم الحلويات من ناحية التكنيك والطريقة اللي خدمتها بها. وصفة اللي كانت قريبة بزاف لقلبي، واللي حاولت نجمع فيها جميع النكهات المغربية والعديد من مذاقات الحلويات التقليدية اللي كتحيي فينا الذاكرة والحنين لصباح العيد واللمة مع الحباب والعائلة، وإحنا مجموعين على قصائد الملحون. كل طبقة فيها معنى، وكل نكهة فيها إحساس وحنين للذكريات. المذاق ديال هاد الحلوى فخم وفاخر بكل المقاييس. قدمت لكم كذلك فقاس البراونيز، كيجي خطير في المذاق، لذيذ معلك وكيذوب في الفم. كان حصري على قناتي لأنه وصفة جديدة وخاصة بيا. وكذلك من الوصفات الأساسية اللي قدمت لكم هذا العام فقاس الجواهر، كان حصري على قناتي. هو فقاس تقليد الفقاس الشاف دنيا بوكداش في الشكل، ولكن لا علاقة بالوصفة الأصلية للشاف دنيا. الوصفة كانت خاصة بيا وحصرية على قناتي فقط. صراحة هاد جوج أنواع ديال الفقاس، فقاس الجواهر وفقاس براونيز، خلوني نتعجب في الوقاحة والجرأة ديال بعض الصفحات. خداو الوصفتين بالحرف، بل خداو حتى الكوبي المقادير اللي عندي مكتوبة في صندوق الوصف مع نص التعبير والشرح، شاركوهم على الصفحات ديالهم بدون ذكر المصدر. بل ان الوقاحه ديال شي وحدات خلاتهم يقولوا ان الوصفه ديال فقاس الجواهر تعلموها في دورات تكوينيه، وكاين اللي قالت ان الوصفه حصريه وخاصه بها، وكاين اللي احتكرت وصفه فقاس الجواهر كتعلمها في دورات تكوينيه تحت مسمى وصفاتي، وكتخدمها في لي كوموند بالدقه على النيف، واللي كيسولها على المقادير ما كتجاوبوش نهائيا. الوصفه نهار شاركتها على قناتي خدات مني مجهود اللي كبير،
ما بغيت بها حتى شي ربح مادي، بغيت بها غير رحمة الوالدين ودعوة الخير. فباش تجي شي وحده تاخد وصفة واجدة وتعاود تشاركها على الصفحات ديالها بدون ذكر المصدر، بل كتحذف نهائيا وكتعدى الشخص اللي خدات منه الوصفة، كنتعجب في الوقاحة ديالكم، خصوصا انكم كتمثلوا هذا الدومين رغم انكم داخلين ليه غير بالسنطيحة. الا فعلا باغا ديري دورات تكوينية، جيبي للناس الجديد ديالك، ماشي تاخدي وصفة واجدة اللي مصورة بالمراحل والمقادير ديالها موجودة ومتوفرة فابور وتعلميها للناس بالفلوس. ما عرفت شنو هي الطينة ديالكم. لداك الناس كنبغي نقول لهم راني كنشوفكم، كنتعجب في الوقاحة والحقارة ديالكم. والا نتوما كتاخدوا وصفاتي وما راضيينش تذكروا اسمي او الصفحة ديالي، معقدين لانني بالنسبه لكم ما معروفاش، الباج ديالي صغيره، داكشي علاش لا استحق الذكر. فهاد العقده ديالكم تجاهي كتعبر على النقص ديالكم وعلى الشر والوقاحه ديالكم، وما كيزيدني غير فخر بنفسي وبمجهودي. فقاس الجواهر وصفتي الحصريه والمصدر الوحيد ليه هو قناتي اذواق مغربيه بالزعفران والفانيليا. كذلك فقاس البراونيز، وصفات اللي شاركتها بكل حب مع متابعين قناتي والناس اللي كتبحث على الجديد واللي بغيت بها غير دعوه زوينه. المهم هذا كان مجرد قوس فتحته، بحال هاد الناس ما غاديش يخلوني نحبس، بالعكس مازال جاي الجديد ان شاء الله في الطريق. غير هو ممكن في قادم الايام يكون الرد قاسي عليهم شويه، لانني ببساطه ما كنرضاش بالظلم لا على نفسي ولا على الغير. الحمد لله ما عمرني في حياتي ما ظلمت شي واحد. المهم كنتمنى انكم تقبلوها مني، كان ضروري نوريكم الوجه الاخر ديال صناعه المحتوى وديال التحديات ديال هذا المجال هذا. انا قلت لكم اليوم بغيت نفتح لكم قلبي. ومن الوصفات الجميلة والمميزة بزاف اللي كانت تحت طلب العديد منكم هي الملوزة بالمورانك بحشوات مختلفة، وصفة من ابتكار وتوقيع الشاف دنيا بوكداش. وكان لي الشرف أن يكون تقديم حصري على قناتي بطلب منها، وهذا الشي زادني فخر ومسؤولية، وخصوصا أن الفيديو كيحمل تسجيل صوتي لها. الهدف منه كنت بغيت نقربكم من الشاف دنيا بوكداش أكتر، الإنسانة الطيبة والخلوقة والمبدعة. وما نساوش كذلك فقاس المكسرات او فقاس شيبس، هو احد انواع حلويات الفقاس بريستيج المغربيه، بزاف منكم جربوه وعشقوه، مازال ان شاء الله غادي نقدمه معكم بطرق مختلفه. كذلك شاركت معكم فقاس بالخليع، وصفتي الخاصه، فقاس مبتكر وحصري على قناتي. شاركت معكم كذلك فقاس مالح بالمكسرات والزرارع، وفقاس صحي بدون سكر وبدون دقيق ابيض، وكان تلبيه للمتابعين اللي بغاو فقاس صحي. واهم وصفه بالنسبه لي هاد السنه كانت هي فقاس المبرومه الملكي، من اكثر الوصفات اللي فرحتني هاد العام، لانه كان عليه بزاف ديال التحديات، ولكن الحمد لله نجح معايا من اول تجربه. الفكره ديال هاد الفقاس جمعت فيه بين الثقافه المغربيه في صوره حلوى الفقاس التقليدي، وبين الثقافه الشرقيه في صوره المبرومه الشاميه، والنتيجه كانت تحفه. فقاس فخم بكل المقاييس، وصفتي المبتكره والحصريه على قناتي. هنا ضروري نفتح معكم واحد القوس، سبق لي درت ليه اشاره في صندوق الوصف، ولكن بالنسبه للناس اللي كيدخلوا يهزوا الوصفه وما غاديش يردوا ليها البال، جميع حقوق الوصفه محفوظه باسمي، القناه اذواق مغربيه بالزعفران والفانيليا. يمنع اعاده النشر او نسب الوصفه لغير صاحبها تحت طائله المسؤوليه القانونيه. هاد الوصفه بالضبط كنحس تجاهها بمسؤوليه كبيره وعندها معزه كبيره في قلبي، فكان واجب عليا توثيقها. كنظن ان الفقره واضحه، وللإشارة هذه الفقرة خاصة لأصحاب الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة كذلك بالناس اللي كتقدم دورات تكوينية في الأكاديميات والجمعيات الخاصة بمجال الطبخ والحلويات. وهنا غادي نسد القوس، كنتمنى أن هذا الموضوع يكون واضح. هذا الفقاس كنت شاركته معكم بكل حب، كنت فخورة براسي نهار جربته ونجح معايا من أول تجربة، ومن بعد ما شاركت معكم صورة ليه بزاف اللي طلبوه مني، فعاودت خدمته المره الثانيه باش نصوره وقدمته معكم على القناه. كنصحكم بشده انكم تجربوه، فقاس فاخر بكل المقاييس، واحد اللذه كتجي فيه ما شاء الله. وخلاص هادشي اللي غادي نقدر نقول عليه. وما نساوش نتذكروا حلوتنا المميزه، حلوى على شكل خريطه المغرب، بالمكرون الفرنسي وبكريمه الزبده بعقده اللوز بمذاق كعب الغزال. كانت رسالة حب للوطن قبل ما تكون مجرد حلوى. الوصفة شاركتها معكم العام اللي فات، وعاودت نشرت الفيديو على قناتي بمناسبة الذكرى المجيدة للمسيرة الخضراء، وتخليدا لرمزية الوحدة الترابية، واعتزازا بالقرار الأممي التاريخي الذي يعزز مغربية صحراءنا الغالية. وختمت معكم بسلسلة من الوصفات الفنية الإبداعية المبتكرة، كيك فواياج بحشوة غاناج الملوزة بالكلاصاج الخزفي الفسيفسائي على شكل الزليج الفاسي.
كيك اللي كيجيب مذاق مغربي خرافي وبشكل تزيين اللي جد راقي. واخر حلوه شاركتها معكم كانت حلوى البهجه بمذاق الفقاص، المستوحاة من قفطان البهجة التقليدي المغربي المعروف بزخرفة الورود وبألوانه الزاهية. داكشي علاش ركزت في التزيين على رسم الورود والقفطان المغربي بكريمة الزبدة. أما الحلوة ديالنا فخدمتها بجينواز بمذاق الفقاص وطبقة سميكة من غناش بخليني الفقاص مع طبقة مقرمشة من كروكون الفقاص. وصفة قمة في الرقي وقمة في اللذة. الرمزية ديالها كانت قوية احتفاء بتسجيل القفطان المغربي في التراث اللامادي اليونسكو باسم المغرب. وكانت هذه هي طريقتي في الدفاع على هويتي وثقافتي المغربية، بما أن قناتي خاصة بالطبخ وتقديم ثقافتنا ومطبخنا المغربي بحلة عصرية. كل وصفة دازت في هذه القناة دازت بتعب بتفكير وبحب وبشغف كبير. وجودكم، تعليقاتكم، دعمكم وحتى الانتقادات ديالكم كانوا جزء من هذه الرحلة المميزة. في هذه اللحظة بغيت نقول لكم شكرا من القلب. شكرا لكل واحد تابعني، شجعني، جرب وصفاتي ولا حتى غير شاهد ودعا لي بالخير. ومع بداية السنة الجديدة كنتمنى إن شاء الله أيامكم تكون كل سعادة وأفراح وتكون عامرة ومليئة بالطاقة الإيجابية. هاد السنة الجديدة إن شاء الله جاية بأفكار جديدة بوصفات مبتكرة وحصرية وبطعم مغربي خالص، وغادي نستقبلوها مع بعضنا بنفس الشغف وبنفس الحب للمطبخ المغربي وبنفس الفخر بثقافتنا والتمغربية اللي كتجمعنا كلنا. هذا الفيديو كان حصيلة لأهم الوصفات اللي قدمت لكم على القناة لسنة 2025. طرقت فيه لواحد الموضوع اللي كيضر في الخاطر، ماشي غير ليا ولكن بزاف ديال الناس اللي كيبدعوا في الوصفات ديال بصح. الحاجه اللي كتاثر بشكل سلبي على داك الوصفات لانها كتولي متاحه لمن هب ودب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وما كتبقاش منحصره للمغاربه فقط. وفي نفس الوقت بغيت نستغل هذا الفيديو باش نوجه لكم كلمه شكر خاصه وخالصه من القلب ومليئه بزاف ديال الحب. كانت معكم إيناس من قناة أذواق مغربية بالزعفران والفانيليا. نتلاقاو إن شاء الله في سنة جديدة بذوق جديد وحكايات جديدة. خليتكم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء إلى وصفة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم.